السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تقديم دورة تعليم الهاكر من الصفر حتى الاحتراف. الدرس السادس من تقديم القلب الأبيض من منظمة القلب الأسود. فلنبدأ. إذا وصلت إلى هذا الدرس فأنت هاكر، ليس هاكر محترف بل هاكر عادي، ولكن بعدما تنهي هذا الدرس ستصبح هاكر ذو إمكانيات. يعني تعلمت الاختراق وتعلمت الكثير من الأشياء من الدروس التي فاتت، ولكن تحتاج إلى شيء معين حتى تنتهي من الهاكر. تحتاج إلى تعلم الهندسة الاجتماعية. ما هي الهندسة الاجتماعية؟ أو السوشيال انجينيري هو نوع من هاكرز المحترفون، ولكن محترف في الهندسة الاجتماعية. تعريف الهندسة الاجتماعية هو هاكرز يقوم باستعمال ذكائه، يعني ليس ذكائه في الاختراق، لا، ذكائه في اختراق العقول. كيف ذلك؟ يعني فنفترض أنك على الفيسبوك تريد اختراق جهاز. يعني بالمناسبة هذا هو حسابي. إذا أردت طلب صداقتي ستجد رابط حسابي على الفيسبوك. إذا أردت اختراق شخص ببرنامج النجرة، أنت ماذا تفعل؟ تنشئ سيرفر، وثم يعني إذا أردت تجربة التبليغ الخارجي على جهازك تضع الهوست الخارجي، وهنا تترك هذه هنا اسم الاختراق. هنا مثلا أي اسم مثلا برومان. هنا اسم السيرفر، يعني ضع أي اسم. هنا app data. سنشرح هذه الملفات في آخر مقطع الدرس. تابع معي. تنشئ السيرفر هكذا، يعني انظروا، تضع هنا إذا أردت اختراق شخص حتى لا تفقده في مرة أخرى. تريد اختراق شخص على الفيسبوك، تضع هذه هنا، يعني جهاز آخر غير جهازك، يعني حتى لا تصيب مشاكل جهازك، يعني حتى لا يتم حذف سيرفر. تضع هنا تعلم على هذه هنا، تضع بايلود ثم سيف. موافق. هذا هو سيرفر. فلنفترض أنه مدمج مع صورة أو أي شيء، يعني ليس شرط أن تدمجه مع صورة، اتركه هكذا. يجب أن يكون مشفر. إضافة إلى أرشيف. موافق. نسينا شرح شيء ما. البايلود هذه ايكون. إذا أردت اختيار أيقونة له، على سبيل المثال هذه أيقونة، اضغط على بايلود ثم سيف. موافق. هذا هو سيرفر. حينما يشتغل لن تشتغل الصورة، لأنني لم أدمجه الآن بصورة، ولكن وضعت له أيقونة صورة. تسمى هنا منظر طبيعي. ولكن الهاكر المحترف، يعني السوشيال انجينيري، ماذا يفعل؟
يعني حتى تفهم ما هو السوشيال انجينيري. أدعوك لمشاهدة هذا الدرس. هذا هو الدرس، الهندسة الاجتماعية. سأترك لكم رابط الدرس أسفل الفيديو، يعني حتى تتعرف إلى أو تعرف ما هي الهندسة الاجتماعية. يعني باختصار شديد هي اختراق عقل إنسان آخر. يعني أنت تعرف كيف تخترق جهاز، يعني ليس أنت تعرف كيف تخترق جهاز، يجب أن تعرف كيف تخترق جهاز، وثم تعرف كيف تخترق العقول. كيف ذلك؟ يعني أنشأت سيرفر الآن وأضفتها إلى أرشيف ثم موافق. هذا هو منظر طبيعي. يعني لا تذهب أنت وتضع الملف هنا إضافة ملفات، أو يعني أنت تتكلم مع شخص تقول له مرحبا كذا. يعني يجب أن تخترق عقله قبل أن تخترق جهازه، يعني حتى تنجح عملية الاختراق. يعني ليس الكل غبي في مجال الاختراق وكذا، يعني أغلب الناس تعرف كيف تخترق الأجهزة، ولكن ليست لديهم فكرة حول الهندسة الاجتماعية. إذا كانت لديك عفوا، تضع السيرفر هنا، تضغط هنا إضافة ملفات. يعني يجب أن يكون مشفر حتى لا تعلم فيسبوك أنه فيروس. يظهر الملف هنا، يعني على هذا الشكل، يظهر على هذا الشكل. انتظروا. يعني لما ترفعه هنا يظهر له على هذا الشكل هنا، ثم تضغط على انتر. بالطبع أنا لم أقم بتشفيره ما دامت شركة الفيسبوك لديها أقوى برنامج حماية. يغلق. يعني الهندسة الاجتماعية أقوم بفعلها الآن. يعني ماذا أفعل؟ عندما كنت صغير كنت أضع سيرفر، اسمعوا إلى هذا الحديث، أضع السيرفر في فلاش وأذهب إلى صديق وأدخل ويدخلني على منزله ونلعب في الحاسوب، وأقول له إن في هذا الفلاش لعبة جميلة جدا، وثم أدخلها في حاسوبه وأفتح سيرفر في جهازه. يعني حتى لو كان برنامج الحماية في جهازه أقوم بإطفائه، ثم أضع الفيروس، ثم أقول له لم تعمل اللعبة، أنا آسف. ثم أذهب إلى منزلي وأجد أن تبليغ دخل على جهازي، أجد أنني اخترقته. هذا هو معنى الهندسة الاجتماعية. أرجو أن تكون فهمت. يعني هناك الكثير من الطرق حتى تخترق الأجهزة. يعني حتى تجلب ضحايا كثر. اكتب في اليوتيوب كيفية جلب ضحايا النجرات. انظروا هنا الكثير من الفيديوهات التي تريك كيفية جلب ضحايا من أنواع بلاد مختلفة، ولكن أنت يا صديق لا يهمك الضحايا الآخرون. ما يهمك هو أصدقائك أو على الفيس. يعني استعمل الهندسة الاجتماعية، ليس فقط أن تكتب له في الفيسبوك مرحبا صديقي أهلا بك، هاك هذه اللعبة وكذا وكذا وكذا. يعني هنالك طريقة حتى ترسل السيرفر إلى الصديق بدون علم الفيسبوك. كيف ذلك؟ تكتب هنا موقع رفع الملفات. هنالك الكثير من مواقع رفع الملفات. على سبيل المثال هذا الموقع مركز الخليج. انظروا
تضغط على اختيار ملف، تختار السيرفر بالطبع، ثم هنا أنا أقر بموافقتي على اتفاقية الخدمة، ثم سيتم رفع الملف على الموقع. الآن تم رفع ملف، وهذا رابط لتحميل السيرفر الخاص بك. هذا هو رابط تحميل السيرفر هذا الذي رفعته على الموقع. يعني تذهب إلى الفيسبوك وترسله إلى صديقك وتقول له هذا البرنامج أو لعبة جميلة. يعني لا تقول له لعبة جميلة فقط، قل له إن هذه لعبة إيفي وكذا وكذا وكذا. حسنا، يعني يستعمل الكلام الفظ أو الكلام الذي يخترق به عقل الضحية، ثم يقوم بالنقر على السيرفر وتنجح عملية الاختراق بنجاح. يعني الهندسة الاجتماعية في صفحات مزورة أيضا، يعني ليس في برنامج الاختراق وكذا. يعني تحتاج إلى التمكن من بعض الأشياء في الاختراق، على سبيل المثال صفحات مزورة، برامج اختراق حسن طرواد بالكالينكس. يعني الهندسة الاجتماعية ليست بالحاسوب فقط، يعني غير هنالك الناس التي تتحايل بدون الحاسوب، يعني باللهجة الجزائرية تكذب عليه حتى يعطيك شيء معين، يعني تخترق عقله حتى يعطيك شيء معين. فنفترض طفل صغير لديه 5 درهم، تقول له أهلا صغيري، أعطيني 5 درهم كذا وكذا وكذا. يعني هذه الهندسة الاجتماعية أو التحايل الشخصي. أرجو أن تكون فهمت هذه النقطة، يعني هذه النقطة مهمة جدا. إذا أنهيت معي هذا الدرس فأنت هاكر، يعني تحتاج إلى مدة معينة، أسبوع أسبوعين، حتى تفهم ما أقصده أنا. مفهوم؟ جيد جدا أن تكون فهمت هذا الدرس. يعني ابتسم، إذا فهمت هذا الدرس ابتسم، وإن لم تفهم أرجوك زر هذا الفيديو الذي قلت لك زر، فيديو الهندسة الاجتماعية، زره، فهو شرح ملخص وجميل، وستفهم ما هو المقصود من الهندسة الاجتماعية يا أخي. يعني حتى ترسل له السيرفر، حينما يقوم بضغط عليه هكذا سيأتي له على هذا الموقع، يقول له انتظر دقائق، ثم يضغط هنا يبدأ التنزيل. ولكن إذا كنت تريد عدم ظهوره لهذا الموقع، على سبيل المثال يضغط على الرابط فقط ويقوم بالتنزيل مباشرة على جهازه. كيف ذلك؟ الآن تذهب إلى هذا الرابط التحميل، تضغط هنا ثم انسخ مباشرة هذا الرابط، نسخ. انتظروا قليلا. حسنا، على سبيل المثال أرسلت له هذا الرابط، حينما يقوم بالنقر على هذا الرابط التحميل مباشر هكذا، انتظروا قليلا، يقوم الآن بتحميله على جهازه مباشرة. انظروا قد تحمل على جهازه. حينما يضغط على فتح ويشاهد الصورة يكون قد اخترقت جهازه، عفوا. هل شرحي مفهوم؟ جيد جدا. حسنا، هذا هو شرحنا عن الهندسة الاجتماعية. يعني أنا لا أعطيك بعض الأشياء التي تحتاجها، ولكن أنا أريدك أن يعني تبدع من عندك. يعني إذا كنت تتحايل في الاختراقات، تتحايل أو تكذب على الناس حتى تخترق أجهزتهم، يعني أنت هاكر.
إذا كنت تبدع من عندك، تكتشف من عندك، تكتشف الكثير من الأشياء من عندك، فأنت هاكر محترف. دعنا من الاكتشاف، يعني أنت هاكر مبدع الآن إذا أنهيت معي هذا الدرس الهندسة الاجتماعية. هل فهمت؟ يعني إذا لم تفهم شيء اكتب لي في التعليق، اكتب لي أنني لم أفهم، وكلمني على الفيسبوك، ستجد رابط حسابي على غلاف قناتي. مفهوم؟ جميل جدا. الآن ستحتاج إلى مدة معينة، يعني تجرب فيها اختراقات وكذا وكذا، وتفهم ماذا أقول، وتصبح سوشيال انجينيري، سنحتاجها في الدروس القادمة. يعني أعطيك مدة لحتى تستوعب ماذا أقول الآن. يعني في الدرس القادم، أو نكمل الدورة في الدرس القادم. سنبدأ بالاحتراف. سأبدأ أعلمكم الاحتراف. سأعلمكم في الدروس الماضية، يعني بعد 3 دروس القادمة سأعلمكم لغات البرمجة، سأعلمكم بعض الأشياء، وبعدها تصبحون محترفون حقيقيون وتبدعون من عندكم، ولا تحتاجون إلى أحد حتى يعلمكم من اليوتيوب. أرجو أن يكون درس مفهوم، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك والتعليق. وهذا كل ما في الشرح، وإلى اللقاء. مشاهدة طيبة، عيد مبارك، إلى اللقاء.